طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المناظرة، والتي يستضيف فيها مرشح الدائرة الأولى الأستاذ مبارك سالم الحريص ومرشح الدائرة الرابعة الأستاذ علي سالم الدقباسي. أبدأ بالسيرة الذاتية بإيجاز للأستاذ مبارك الحريص. أنت خريج جامعة الكويت كلية الحقوق سنة 1989، محامي في إدارة الفتوى والتشريع، محامي خاص سنة 1995 أمام المحكمة الدستورية العليا والتمييز، وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية. الأستاذ علي سالم الدقباسي، أنت عضو مجلس الأمة السابق، عضو البرلمان العربي، عضو اللجنة السياسية في البرلمان العربي، كاتب صحفي ومقرر لجنة الخارجية ورئيس لجنة البيئة في المجلس السابق. أبدأ بك أستاذ علي الدقباسي، أنت كنت بصفتك عضو في المجلس السابق. هناك اتهام من قبل نقول الناس لكم بأنكم كنتم تلهون بالقضايا الجانبية وتركتم قضايا التنمية. اعتقد هذا الانتقام او هذا الانتقاد فيه تجني على مجلس الامه، وانا اعتقد ايضا وجهات النظر في هذا الانتقاد غير مبنيه على حقائق واقعيه، مبنيه على وجهه نظر شخصيه. مجلس الامه لم يكن مجلس ملائكه، كان في اخطاء مثل اي مؤسسه، لكن اعتقد السبب الرئيسي في تعثر العلاقه وفي تاخر البلد وتخلف البلد ان الحكومه المتردده المرتبكه غير القادره على إدارة شؤون الدولة بالشكل السليم واللي يحقق العدالة والمساواة واللي يقدم قضايا المصلحة العامة هو سبب تعثر مجلس الأمة. هذا جانب ثاني يجب أن يكون واضح للكل، لأن مجلس الأمة ليس بمفردة، هذا ليس مجلس نواب، لا، هذا مجلس الأمة. الوزراء أيضا كانوا أعضاء معانا، ورئيس الوزراء أيضا كان معانا، وبالتالي كلهم مشتركين في هذا الخطأ. أنا أعتقد السبب الأساسي هو تخلف الحكومة، عدم وجود رؤية واضحة لديها، عدم وجود خطة، عدم وجود مبادرة. ولكن مجلس الأمة أنا أؤكد لك أن بكل أعضاء، وأنا اختلفت معاهم، كان مصلحة البلد عندهم مقدمة على أي اعتبار، وكنا ننتظر من الحكومة أن تبادر، لكن مع الأسف الحكومة سنعمل سنقيم لكن بالنهاية سبب التأزيم وسبب عدم التعاون. هي تقول ما تشاء، لكن الناس تعرف بالنهاية بأن الحكومة افتقدت القيادة فيما يتعلق والريادة فيما يتعلق في تقديم المشاريع التنموية. أخبرني حضرتك ماذا قدمت الحكومة؟ سمعنا عن جسر الصبية، قدموه؟ ماكو شيء. سمعنا عن مدينة الحرير، قدموه؟ ماكو شيء. سمعنا عن قضية تنمية وتحويل بلد لمركز مالي، قدموه؟ ماكو شيء. لم تقدم أي شيء، فقط تدلي بتصريحات صحفية، ولا تقدم على أرض الواقع مشاريع بقوانين إلى البرلمان لكي تحصل على الموافقة من لكن أنتم كنواب تستطيعون تقدمونها كاقتراحات بقوانين. بالضبط، لكن بالنهاية نحن قدمنا مشاريع تنموية كثيرة، قدمنا فيما يتعلق أو أقررنا مشروع مشاركة القطاع الخاص بالعام، أقررنا مشاريع تتعلق في قضية التخصيص الكويتية، أقررنا مشاريع تتعلق في قضايا خدمية، أقررنا مكافأة الطلبة، أقررنا قانون الزكاة، أقرينا كثير من مشاريع ومبادرات في سنة أو في سنة ونص. لكن السؤال ماذا قدمت الحكومة؟ وبعدين لازم يكون التقديم متناسب مع حجم نقدنا. انت تقول لنا والله الحكومه المجلس عطل المشاريع، وين المشاريع اللي عطلها المجلس؟ هذا كلام الحكومه. انت قدمتها، عطنيها. انت بتقول انت حكومه معطله المجلس، عطني المشروع، قول لي هذا مشروع رقم 1 بتاريخ كذا. الحكومه تحسن التشكي والتباكي، لكنها لم تقدم المجلس شيء، وهذا لا هو نقد قاسي على الحكومة، وإنما هي حقيقة للتاريخ نقولها. هذا رقم 1. رقم 2، نحن ننتظر من الحكومة أن تقودنا إلى أن تكون الكويت مركز مالي، فيها تنمية، فيها قضايا، فيها وظائف للكويتيين، فيها مصلحة عامة للبلد. لكن الحكومة لم تكن تقدم. الحكومة كانت تغيب عن الجلسات، الحكومة كانت تضيق ذرعا بنقد النواب، الحكومة كانت لا تسجل ولا ترصد آراء النواب، ودائما تعتقد هذه مناكفة من النواب. راح ارجع لك.